معلومة علمية قيمة جدا، انتبه لها. لدينا الهوموسيستين، هو عبارة عن حمض أميني، إذا زادت نسبته عن المستوى الطبيعي يتم تفكيكه لتركيب الميثيونين. الميثيونين يعني الهيستيدين، مهم جدا للكبد والتخلص من السموم ومحاربة العدوى الفيروسية والتخلص أيضا من سموم الأدوية التي تبقى في الجسم. لتحويل الهوموسيستين إلى الميثيونين نحتاج إلى إنزيم، هذا الإنزيم يسمى بالميثيلين تترا هيدروفولات ريدكتاز. هذا الإنزيم إن كان موجود تمت العملية بنجاح. أما إذا كان هنالك لدينا خللين، الخلل الأول هو نقص فيتامين B12 B9 B6 B3، إذا كان لدينا نقص في الجسم بهذه الفيتامينات يصاب هذا الإنزيم بخلل فلا تتم هذه العملية ويرتفع مستوى الهوموسيستين في الدم فيؤدي إلى أضرار بالغة في الجسم، سواء كان على الأشخاص الطبيعيين أو على المرأة الحامل، فيؤدي إلى أضرار في الجملة العصبية للجنين أو أضرار للجسم سواء كان على مستوى القلب أو مستوى الأوردة والشرايين وهلم جر، يعني أضرار بالغة، والسبب هنا نقص في الفيتامينات. لكن هنالك أحيانا يكون لدينا خلل أو طفرة وراثية، هذه الطفرة الوراثية تؤدي إلى خلل في هذا الإنزيم وبهذه العملية فيؤدي إلى مشاكل بالغة جدا، وهي تحدث بنسبة قليلة جدا 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 جدا، ولكن تحسبا لأي طارئ هنالك تحاليل مخبرية خاصة يسمى بهذا التحليل، يقوم الإنسان بتحليله، فإذا تبين لديه أن لديه خلل أو طفرة وراثية يتم علاج هذا الأمر. لكن بشكل عام ننصحكم بفيتامين B12، ننصحكم بفيتامين B9 وB6 وB3. أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال، والسلام عليكم.